لأن احنا إذا بنرجع على الماتش أكثر من مباراة، لاحظ حتى أكثر مباراة الأوقات. هل يا ترى بالفنيا اللي بنخسر ماتش الأخاء الأهلي مع احترامي له طابي مرتد، يعني بمنات إنه في عندك أداء الفرق الخصم عم تلعبوك بأسلوب جديد عم بوشوك. هلا طبيعة الحال الكابتن في يم عم يضطر يرجع يوظف اللاعبين بغير مراكزهم. نعم. ايضا سؤال من حسين كعور، هل في تواصل بين الكابتن محمد جعفر ومدرب المنتخب الكابتن تيبوكير؟ في تواصل؟ ابدا. في شيء هيك اخبار ابدا. يعني يعني الجمهور بس لما دائما يكون في اخبار يكون اول شيء الخبر عند الاداره وهن بيبلغوني. نعم. بس هذا اللي هو المنتخب الأولمبي الوقت الحاضر بلغ شيء النجمي حول اي لاعب لا بالمنتخب الأولمبي بس حول الفريق الأول حسن محمد ما تبلغته أي شيء لحديت اليوم ما تبلغنا كله هذا بعده من ضمن بنتمنى أي لاعب لأنه شرف له وللبلد ولنا إنه يكونوا بعدات المنتخب. شو رأيك اليوم باللي عم يعمله مدرب تيبوكير، عم يروح لخارج الوطن لاعبين من أصول لبنانية؟ لك ما بيمنع إنه لاعب يكون أكثر من مميز. إذا لاعب مميز إذا أفضل من لاعب يلعبوا بالدوري يعطي ادد فاليو يعني إضافي لهذا. ليش ما أنت مع إنه إيه بس مش بعدد كبير. يعني بمراكز معينة. خصوصا هلا عندنا نقص بمراكز معينه انه يقدروا هذا ما بيمنع. علي دهيني عم يسالك استاذ سعد، هل تسعى اداره النجم لاعاده ضم الكابتن علي نصر الدين لصفوف الموسم المقبل؟ اي لاعب بينجاب على الفريق هو منوط بالجهاز اعادته، هذا مش عم نجيب. ما هو حتى اعادته لا هو منه لاعب خرج من عندنا للانصار. والانصار ما بعرف يمكن اعطوه عن طريق الاعاره حر ما عندي، بس بالنتيجه اي لاعب بده ينضم للفريق وحتى اذا بدنا نتخلى عنه هو ده بينضم نحن بالنتيجه بامره الجهاز الفني. طب هون انا عندي هذا سؤال، يعني كنا نتمنى توجهه للمدير الفني. نعم. طب هون انا عندي سؤال بدي وجهه لحضرتك مش للمدير الفني حول محمد غدار وزكريا، ممكن نرجع نشوفهم بقميص النجمه؟ أم الطلاق؟ لا شو أبغض الله عبد الله نحن ما طلعنا حدا. طيب احنا بالنتيجة أي لاعب بده يلعب في تواصل بينكم وبينه لمحمد ولا زكريا؟ لا الحقيقة لا. إذا بدك أكون صادق معك يمكن شوي شرارة بالتواتر. كيف بس إنه مباشرة لا، بس نحن بالنتيجة هذا بيتهم واي لاعب بحب يرجع على بيته والنتيجه العائله بدها تستقبله. نعم. هذا محمد عبيد عم بيوجه لي سؤال الي، عم بيقول انه شو رايي اللي قاله الكابتن موسى على قناه الجديد انه جمهور الفوتبول المنتخب هو 80% من جمهور النجمي. طبعا هذا كلام الكابتن موسى ونحن بنحترمه يا محمد، وهذا رايه بالنهايه، ونحن بنقول انه جمهور المنتخب هو جمهور من كل الاقطاب بالتاكيد سواء الانصار او غيرها او اي امر. هذا البعض بيقول انه يروح لعند الكابتن محمد، قال انه جمهور الدوري غير جمهور المنتخب بسرعه هيك لا بالنتيجه هو جمهور اللعبه. نعم. يعني انه واحد بالنتيجه في جمهور للفوتبول. نعم. على طبيعه الحال هل الجمهور موسع على الانديه؟ بتوافق الكابتن موسى بهالمقوله؟ هلا بقى في الارقام اللي بتدل على اليوم بس نروح نتواجد بالملاعب بنلاقي انه الشريحه انا بوافقه بالراي للكابتن موسى. يعني والدليل بالمباريات الدوري مثل ما عم بلغ الاستاذ ومرات النجمه، يعني بماتش الانصار 6000 او 7000 يعني كل مباراه بس جمهور النجم ما في حدا. نعم. شادي حداد عم بيقول بحس او مقتنع استاذ سعد انه في مؤامره ضد نادي النجمي، وتحيه للكابتن جعفر كنت. ليك موضوع المؤامره طول عمره مش شيء جديد من السبعين. نعم. وفي مؤامرات عن نادي النجم، المؤامرات ما رح توقف. ليه؟ لان بالنتيجه الكل بده يتصدوا لها انتم طبيعي. وهذا يمكن تحدي تاعنا يعني اليوم هالشجره ما حدا بالشجره ما فيها ثمر. صح. باذن الله ما رح يطلع بايدهم يعملوا. علاء حسن ايضا عم يسال في تراجع واضح بالاداء بالفتره الاخيره، جاوبنا ايضا. حسين علي دياب، هل محمد جعفر بالمنتخب؟ جاوبناك حسين. وهي حظوظ النجمي في الدوري والكاس؟ ايضا جاوبنا. هل عم يجيك عروض احترافيه من اوروبا؟ واذا اجاك عرض احتراف تترك فريق النجمه؟ بعد ما اجى بدك تحكيني بعد بس لا ما اجانا اي عرض احترافي. بدي كمان على نحن اي عرض احترافي نحن بدنا نرجع لقصه الكابتن عباس عطوي. نعم. الكل بيعرف انه لحديت اليوم الكابتن عباس عطوي ثاني هداف الدوري بعد انه ما غاب 11 هذا، وبس اجى عرض بعد التضحيات والتقديمات اللي قدمها لنادي النجم بعد تشاور مع الكابتن موسى. نعم. حررنا. نعم. محمد هون قديش عم بتفكر اليوم بالاحتراف؟ عندك شيء تفكير تروح تحترف كذا؟ هلا مبدئيا عم تفكر بالنجم بالواقع هون بالنجم ان شاء الله. في طموحات للاحتراف اكيد بس نطلع على السلم درجه درجه. تحاول تعمل على نفسك اليوم من اجل ايضا تعيش حياه المحترف اليوم.
بلبنان بالدوري اللبناني بيقدر اللاعب اللبناني هلا اكيد يعيش حياة خلينا المحترف؟ نكون صريحين مع بعض. بدك تكون محترف، بدك بكل معنى الكلمة تكون يعني بعقد الاحتراف، مش بس انه محترف بالاسم وهيك، باكلك بنومك حتى بمعاشك يعني، نعم. بكل شيء يعني، كل شيء لازم يستفيد منه لاعب الفوتبول لازم يكون مأمن له. هون بعد ما انا بس يمكن دقيقة إذا فينا ناخذ أو دقيقتين لأنه دهمنا الوقت بسرعة. بنحيي علي شكرون. محمد صبري عم يسأل أيضا أسئلة بنمر عليها كلها قبل ما يفوتنا الوقت. محمد جعفر، شو بتقول لجمهور النجمي لفريق النجمي اول شيء ولا بوجه لهم مدرب النجمي تحية، لو زوجته لمدرب النجمي أيضا؟ بوجه لهم تحية نعم. لجمهور نادي النجمة وللكابتن ولمدامته نعم. نادين أبو دياب، ولشباب نادي النجمة يعطيهم ألف عافية. وصلنا لهون من وراء تعبنا وجهدنا وهيك، ما بدنا نروح هذا الشيء على الفاضي، وإن شاء الله نوعدهم للجمهور بالكأس والدوري بإذن الله. نعم. هل باختصار صحيح انه ممكن نشوف ايضا شقيقك علي بالنجمة؟ إن شاء الله. ممكن نشوف علي ومحمد السنة الجاية؟ انا قلت لك انا بتمنى أيضاً اي لاعب على يكون الكابتن هذا موسى. طبيعي. نعم. ايضا عندي هون بدي اقول للحارس الممتاز اللي بيلعب بالنرويج ابراهيم حمود اللي بيلعب ايضا حارس متميز، ان شاء الله بنشوفك متالق وان شاء الله بيتعرف عليك اكثر الجمهور اللبناني. عندي تحيه لعلي عياش، لسلمان سحمراني، سليمان سحمراني بوجه لك تحيه ايضا. منتدى كوره صفحه نادي النجم على الفيسبوك لهاني الدرويش، جميع وجهوا لكم تحيه ايضا استاذ سعد. والكلمه الختاميه بتكون لك انت حضرتك قبطان فريق النجمي، شو بتقول للجمهور للنادي للفريق للاعبين؟ احنا بدنا نبلش باللاعبين لان نعم. احنا بدنا تيجي واجهة النادي اللاعبين. نعم. اليوم انتم عندكم محطة كبيرة، ترفعوا راس النادي، ترفعوا راية النادي، وانتم اهل، احنا ما عم نطلب منكم شيء ما بتقدروا له. نعم. احنا عارفين انه انتم قد الحمل، ومثل ما الإدارة لها ثقة فيكم والجمهور الكبير له ثقة أكثر فيكم. نعم. ما تغزلوه. ليه؟ لأن الجمهور بيستحق، الجمهور اللي عم بيركض ورا النادي وعم يمثل الخالي والنفيس، بالنتيجة بيستحق كل تقدير ويرفع له البرنيطة، وبإذن الله بدنا نرفع الكاس تبع البطولة بتاع الدوري وبتاع الكاس. نعم. ايضا بدنا نقول انه بكره في تكريم لفريق شباب بالنجمه، رح ينعمل بمطعم ايضا ببيروت، تكريم لفريق شباب. محمد عندك يمكن شيء اخير؟ بس عندي شغلة أخيرة، كان بحب أوجه تحية لأهلي ماما وبابا ولكل العائلة. لهم تحيات. وعندي بس شغلة لك، هيدي كنزة كثير غالية على قلبي، رقم 20 من الكابتن الكبير موسى حجاج، بحب أهديك إياها لك ولا يعني هيك عم بتحملني يمكن فوق طاقتي. بتشكرك، هيدي الهديه اللي بالتاكيد لها معزه كبير بقلبي لانه ارتداها المايسترو موسى حجاج وايضا ارتداها الكابتن محمد جعفر. انا لك ولا أكيد العمل بتاعك. نعم. شكرا لك باسم كل القسم الرياضي قناه أمير. شكرا لك استاذ. احنا بدنا نتشكر. نعم. نحن دائما مواكبين لكم.